راح ينحسن موضوع الاحتراف بالنسبه لعلي عدنان. عندك عروض؟ اكو عروض بس لحد الان العروض ما تكون مستوى الطموح، او حتى اذا كانت العروض الرسميه اللي قدمت لعلي عدنان من اي نادي بالضبط؟ يعني تعرف دائما تتضارب عندنا الاخبار بالمواقع مو على لسانك، انا اريدها من لسانك على العروض الرسميه العروض اللي اللي قدمت. الشغلات الرسميه بصراحه ما اقدر احكي بها، صعب جدا، لكن كل ما انطرح بوسائل الاعلام اعتقد كان اغلبه صحيح بصراحه. لانه اذا نجي لفريق سيسكو موسكو، فريق سيسكو موسكو من اول بالانتقالات اللي مضت كان هناك اتصال من النادي في سبيل انه انتقل للنادي في فتره الانتقالات الشتويه اللي مضت، لكن اداره النادي ما وافقت على هذا العرض، وهسه رجع انه باتصال ثاني مع وكيل اعمالي. قلت لك انه بالايام القادمه اعتقد هي راح تبين كل شيء، لانه الوضع الان اصبح صعب. اداره النادي تطلب مبلغ، يعني لازم انه اللي يجي يشتري علي عدنان لازم يدفع مبلغ من المال لفريق اودينيزي. او ايش قد لازم يدفع أودينيزي؟ والله ما اعرف صراحه ايش قد المبلغ، بس مو مبلغ قليل. والشغله الثانيه موضوع الاعاره، اعتقد انه النادي يفكر انه ينطيني اعاره ولو لموسم واحد، لانه سوء التفاهم اللي صار والمشاكل اللي صارت بالفتره الاخيره. اعتقد انه كان عندي اتفاق مع اداره النادي انه هذا الموسم حتى لو بقى مدرب الفريق انه انا اذهب حتى لو اعاره، يعني مو الا احد يشتري لي. اعتقد انه الان مدرب الفريق وقع سنه ثانيه مع الفريق، لذلك انه علي انه القى فريق ثاني، لانه هذا الشيء لمصلحتي يعني شخصيا. يعني مساله البقاء انتهت يعني في اودينيزي، خلاص انه لازم علي عدنان مع بقاء المدرب الحالي لازم ينتقل الى فريق اخر. اكيد طبعا مساله البقاء اصبحت مرتبطه في مدرب فريق اودينيزي، اعتقد وقع سنه ثانيه. مساله بقائي صعبه جدا بالدوري الايطالي مع هذا المدرب. اي الدوريات اقرب لعلي عدنان؟ والله كثير من الدوريات قريبه، لكن اعتقد انه الدوري الاسباني الان قريب جدا. الدوري الاسباني؟ نعم. ما تقدر تقول اي فريق؟ لا صعب جدا، انه الاتفاق ما صاير رسمي 100%، وممنوع انه اتكلم بالموضوع. نفس وكيل الاعمال باقي معك؟ نعم. سيد نجم. سيد نجم، وعندي كريستيان ايميل اللي هو عايش بلندن. زين، ايش تقيم تجربتك مع نادي اودينيزي؟ انقسم عليها الشارع الرياضي، الاعلام، ما اعرف يعني دائما علي عدنان يصير حديث للجمهور والاعلام، هاي بعدين راح نجي على تفاصيل عديده. ايش تقيم تجربتك مع نادي اودينيزي؟